نفخ الخدود والشفايف. منتجات كتير مالية السوق من كريمات وسيرامات وبراندات مستورد ومحلي، ووصفات طبيعية زي الخميرة والحلبة وزبدي بالعسل وزيوت بنعمل بيها مساج للوش. انا جاي اكلمكم يا جماعه عن تجربتي انا الشخصيه. مفيش ولا اي حاجه من دي بيبقى ليها تاثير على نفخ الخدود ولا الشفايف ولا اي حاجه في الجسم خالص. الحاجات دي اقصى حاجه فيها بتعمل تفتيح، نضاره، توريد في البشره، لكن ملهاش اي تاثير على موضوع النفخ ده خالص. انا من فتره كده طويله كنت خسيت شويه وخدودي نزلت، وقعدت حوالي سنه تقريبا. جربت كل المنتجات تقريبا اللي موجوده في السوق والوصفات الطبيعيه، مفيش اي حاجه من دي عملت معايا تاثير في رفع الخدود. يمكن الحاجه الوحيده اللي فعلا جابت معايا نتيجه هي تمارين لعضلات الوجه، ودي نقدر نعمل سيرش عليها في قنوات اليوتيوب للناس المتخصصة في عمل المساج ده. في ناس كتير بتعمل كده، نقدر نتفرج عليهم ونشوف تمرين او اتنين نركز عليه، مش شرط ان احنا ناخد كل التمارين، تمرين او اتنين نركز عليهم، بنعمله مرة الصبح ومرة بالليل. انا بالنسبة لي ابتدى يجيب معايا نتيجة بعد شهرين تقريبا. هي دي الحاجة الوحيدة اللي جابت معايا نتيجة إلى حد ما مرضية. نقدر برضو نحفز أو نساعد الموضوع ده بأكل البروتين، لأن البروتين ده حاجة مهمة جدا في تكوين الكتلة العضلية. من الحاجات الحلوة قوي في البروتين ده البيض من الحاجات الحلوة جدا اللي بتساعد على تكوين الكتلة العضلية في الجسم. برضو من الحاجات المهمة جدا الكولاجين، ان احنا نحافظ على مستوى الكولاجين اللي عندي في الجسم. تقدروا ترجعوا للفيديو بتاع الكولاجين، هيساعدنا جدا في الموضوع ده. بس كده، اكتر من كده مفيش اي حاجة تاني بتعمل تأثير في موضوع النفخ ده خالص، غير طبعا التدخلات الطبية زي اللي هي الفيلر والحاجات دي. لكن الحاجات الطبيعية او كريمات او سيرومات او حاجات زي كده، لا، ما بتجيبش اي نتيجة خالص. اتمنى تكونوا استفدتوا بالفيديو. اشوفكم على خير الفيديو الجاي ان شاء الله.